في الجو الحر اللي احنا فيه مش عايزه الا الاكلات الخفيفه زي ما انتم شايفين، ولا بانيه ولا ستريبس. عايزه اقول لكم مقرمش من بره ولذيذ وطري من جوه، وايه ومعاهم شويه سلطه خضراء كده وشويه طحينه. وصفه خطيره. يلا بينا اقول لكم الوصفه الخطيره بتاعتنا دي ايه. شايفين الاكله بتاعتنا لذيذه. معانا مخ يا جماعه، شايفين فص المخ عامل ازاي، سبحان الخالق. يلا بينا بقى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ومن هنا بقول لكم احلى مخ هنعمله. شويه ميه على النار فيهم بصلايه كده تتقطع نصين، وليمونه تعصريها، وملح وفلفل اسود، وايه وورق لورا، وايه وده بحبهان مطحون يا جماعه. وهنا كنت مجهزه بيضتين كده على جنب. الميه بدات تغلي زي ما انتم شايفين، هنزل بالمخ زي ما انتم شايفين معايا ايه، قطعتين او مخين معايا بالشكل ده كده. وهبدا اشيل الريم من فوق الوش. ومن هنا بقول لكم ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هاتي بقى قوالب التلج بتاعتك زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. المخ بتاعنا هيستلق حوالي عن ربع ساعه. طول ما هو شغال كده على النار انا بشيل الريم. شايفين؟ بصوا بقى، تحفه. خلاص كده بقى هشيله مع النار ربع ساعه زي ما قلت لكم 10 دقايق، وهنزله على طول في التلج بتاعنا زي ما انتم شايفين، عشان ايه؟ المخ ما يستويش، يقف التسويه بتاعته. خلاص. يلا بينا بقى هسيبه كده 5 دقايق، ويلا بينا بقى نجهز القفر بتاعنا. وهنا معايا بيضتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ربيتهم بملح وفلفل اسود ونص كوبايه من اللبن. وهنا وانا بقى زيكم بالظبط، لما بيحصل اي مشكله بنغير الطبق زي ما انتم شايفين. غيرته، والبقسماط الناعم بتاعنا بدون اي اضافات يا جماعه. هحطه كده في اي طبق ايه واسع، وهقطع المكعبات بتاعه المخ بالشكل ده كده. حبه بقى تبقى صغيره، حبه تبقى كبيره، زي ما انتم شايفين. خلصت كل الكميه اللي معايا، وانزل بقى في بوله واسعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. شايفين؟ هنزل عليهم بقى بالبيض واللبن، واغطي كل المخ بتاعنا بالشكل ده كده. وكنت مجهزه بقى شويه طحينه كمان كده. خلاص يعني لسه عاملاهم في البوله الواسعه دي، وحطيتهم في بوله التقديم. خلاص. واخد بقى قطع المخ احطها فوق البقسماط بالشكل ده كده. واروح بقى ايه، هزه الطبق كده هزه بسيطه، اغلف المخ بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، او تقلبي بالشوكه زي ما انا عامله بالشكل ده. خلصت الكميه دي كده هركنها على جنب. وهنبدا بقى احط زيت يسخن على النار. شايفين؟ انا بقى كده هركنهم على جنب، والزيت بيسخن على النار. هحط بقيه الكميه كده في البقسماط، وكده بقى شغالين مع بعض زي ما انتم شايفين. اقول لكم بقى ما تنسوش تتابعوا لايك ومتابعه وانتوا قاعدين كده تتفرجوا على ايه، على المخ وهو بيتحمر. خلاص يا حبايبي، عايزه اقول لكم والله كريسبي من بره وجوسي من جوه ومستوي وابيض بفتة من جوه، وانتوا شفتوه في اول ايه الفيديو. تعالوا بينا بقى زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اوريكم بس واحده كده كمان قبل ايه ما تخش في السوا. خلاص. وبقيه الكميه زي ما بقول لكم كده انا خلصتها، وعايزه اخلي معاكم الفيديو شغال لغايه اخر قطعه عشان تشوفوا ان هو يعني كريسبي لغايه اخر قطعه زي ما انتم شايفين. ولا حاطين في الطبق اي حاجه خضراء عشان تشرب اي زيت ولا حاجه، لانه هو كمان مش شارب زيت وزي الفل معانا. وصفه خفيفه في الحر اللي احنا فيه ده. واكلي ابنك او بنتك المخ يا جماعه، والله العظيم فيه فوائد كتير، وفي اطفال كتير مش بتحبه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وكنا بقى جهزنا السلطه والطحينه، وبدات اطلع الكميه التانيه زي ما انتم شايفين لغايه اخر وقت ما قربش وكريسبي معانا. خلاص. يلا بينا بقى نعمل مع بعض بقى سندوتش كده حلو، سندوتش المخ اللذيذ. عايزه اقول لكم الوصفه دي كمان بيبقى معاها، بصوا شايفين المخ من جوه عامل ازاي، شويه كبده كده كده بالرده كمان، وتبقى الاكله بتاعتنا كملت. هنفتح السندوتش بالشكل ده كده، هنحط قطع المخ مع شويه سلطه خضراء، مع شويه ملح فلفل اسود كده بشطه، والطحينه بتاعتنا، وتفضلوا بقى معانا.